السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. صباحكم فل وصباحكم نور، صباحكم هدى. يا ريت دعوة كده لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا جميلا يتعجب له اهل الارض والسماء يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده، قمت الصبح فحبيت اعمل لهم قرايش، لكن كالعادة التليفون بتاعي بيسرب مقاطع. الحقيقة يعني ان انا ما كنتش ناوية اصورها، فعشان كده ما صورتهاش غير في النهاية بس. مقادير القراقيش بتاعتي: كيلو دقيق، والعجوة اللي موجودة عندك يعني، وكمان نص كيلو سمنة لو انتي عايزاها دايبة اوي. عايزاها نص نص حط 450 جرام سمنة. معايا كمان معلقة بسيطة بيكنج باودر، 3 معالق من السكر، رشة ملح، وكمان حبة سمسم، وطبعا كيس خميرة. ولو انتي حابة قوي انك انتي تعجنيها طرية ضيفي لها لبن، عايزة تخليها كده الدنيا مظبوطة معاكي ضيفي لها مية، على حسب بقى العجين ما بياخد معاكي من المية. انا خد معايا بتاع مجين ونص كده، عشان دي ادي شكلها بتشرب مية بزيادة. عجنتها وفطرنا بيها، وكان طعمها زي ما انتوا شايفين كده، شكلها حلو، طعمها كان زي شكلها كده. ده كان فطارنا. حبيت اعملها لكم كده يعني، مش هعمله لكم، اعمله لهم. وبعد كده بعد ما فطرنا قلت اقوم بقى ايه اشتغل في السجاد. جبت المدتين بتوعي دول، انا عندي السجاد كان نظيف والموكيت انا يعني غسلاه وركناه، لكن المدتين دول كانوا بتوع اوضه النوم. دلوقتي انا هنقلهم في اوضه نوم الاولاد، فجبتهم كده وغسلتهم في ما بين المطبخ، يعني ما بين المطبخ، في المطبخ ما بين البوتاجاز والحوض، يا دوبك خدوا المسافه دي، لان السجاده عندي عريض فما كانش هينفع يجي في المكان ده، فبضطر اشيله قعده العرب اللي احنا قاعدين فيها. فلما هاجي بقى اعمل الروتين النهائي قبل فرش الشتاء، هبقى ايه اصور السجاده، هي سجاده واحده اللي هغسلها، وممكن قياس لو امكن يعني، وهنشوفها مع بعض. لكن دول كانوا مادتين كده وماده، ماده من القياس، ومادتين تاني بتوع المطبخ دول غسلتهم، ومادتين تاني للمطبخ، يعني 4 مادات للمطبخ غيروا بعضهم يعني، والمادتين السجاد دول وقياس. هتشوفهم وانا نشرهم على الحبال. غسلتهم بقى كده زي ما انتوا شايفين، وحطيتهم على القعده الفرنجي، وابتديت بقى اشطف فيهم كده. ادعوا لنا بقى يا جماعه، المجاري بتشتغل عندنا، ربنا يسترها يا رب بقى كده وتكمل على خير. بقى كان متهيألي انهم هيحفروا النهارده فهيوصلوا لنا المجاري بكره، كنت عشمانه يعني، بس الحمد لله. دول بقى المادتين بتوع المطبخ غسلتهم زي ما انتوا شايفين كده. والله انا باخدهم معايا في الغساله، بس قلت بالمره بقى في ميه ايه الغسيل. قبل بقى السجاد انا كنت رافعه السرير. طبعا انا حاطه تحت السرير ده الالومنيا الفلاحي بتاعتنا يعني. فحطيت شلت بقى كل ده وكنست تحت السرير ونفضته تنفيضه تمام، وفوق الدولاب، وظبطت الدنيا يعني، عشان انا ايه باركولي طلعت هدوم الشتا النهارده. هدوم الشتا دي خدت معايا بتاع نص يوم يعني، عشان ارتب هدوم تولين وبابا تولين واياد واريج وهدومي طبعا، فكان الموضوع صعب شويه. لميت الدنيا دي بصحصح لكم اهي، لميت الدنيا زي ما انتوا شايفين كده، ومسحت تحت السرير، وبقيت بقى رصيت الالومنيا رصه حلوه. رحت رصه بقى طبعا انا ما صورتلكمش اوضه النوم يا جماعه، لانها بصراحه يعني ايه بستعيب شويه ان انا اصورها. فهو بس ده اللي تحت السرير ده، عشان كان المفروض يعني ايه الحاجات دي بتشجع على التنظيف. رصيت الالومنيا كده، وبعد كده رصيت الملل بتاع السرير، ورتبت الدنيا بقى. بس هنا كنت ماسحه ومخلصه بقى ومرتبه فوق الدولاب وكله، والمفروض ان انا بقى ايه هطلع الشتاء والصيف، بس قلت انفض الاول، لان انا بحط هدوم الشتاء تحت السرير. عملت لهم غدا سريع كده زي ما انتوا شايفين، كوسه وشوربه وفراخ. ده كان غدانا النهارده، غدا يعني سريع كده. هتقولوا لي اشمعنى الفراخ كل شويه بتاكلوا فراخ فراخ؟ لحمه غاليه يا جماعه، محدش هيقدر يدخل لحمه، وبعدين انا اولادي ما بياكلوش الا لحمه حمرا، ومفيش جزار هيديكي لحمه حمرا صافي. هي كنا اتغدينا بقى، وقلت ايه كانت السجاده تصفى، وقلت ايه هقوم اصفي. الفيديو بتاعنا ده فيديو بسيط،
اللي جاي بقى قهوة. يعني انا النهارده تنفيض وغسيل سجاد، وكمان عملت لهم قراقيش، وكمان غدا، وكمان عايزين يحلوا، فاضطريت اعمل لهم صينيه رواني. برضو هتشوفوا معايا كده النهائيات، بس لان انا والله ما ببقاش متشجعه للتصوير، ببقى تعبانه يعني، عايزه البي الطلب، انما الكاميرا بقى وان انا احط واعمل، فالحاجه ما بتحلوش بقى في عينيا غير بعد ما بعملها واخلصها. اول اخد لكم لقطه ولا اتنين كده من الفيديو يعني. اول حاجه اللي انا عملتها النهارده، الرواني دي كانت ب4 بيضات، وكيس من البسبوسه، ومقدار من الدقيق يعني بتاع كوبايتين دقيق، وكمان كوبايه زبادي، انا ما ضفتش لبن ولا حاجه، واربع اكياس من الفانيليا، كل بيضه كيس فانيليا، وكيس من كيك شيف. ده العجينه بتاعتها ربيتها زي ما انتم شايفين يعني، او زي ما انتم عارفين كده الكيكه، طريقه الكيكه ربيت كله ببعضيه، او ضربت كله في الخلاط على حسب ما انت ما بتعوزي. بحط لها 3 معالق سكر، مع اني بحط الشربات بس بحط السكر برضو ايه في العجينه. بعد كده عملت لها الشربات كان 3 كوبايات سكر و3 كوبايات ميه، السكر قد الميه. سبته لما غلى كده على البوتاجاز، وعصرت عليه عصرة ليمونة، وحطيت كمان كيس فانيليا، ولما طلع رحت ايه آه ساقية بيه الرواني. بالنسبة بقى للمشهد اللي بيتعاد نفسه ده تاني، التليفون بتاعي يا جماعة وانا معرفك ظروفه يعني. ده كان يومنا، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية اجمل واحسن. ما تنسوش الاشتراك بقى واللايك. مع السلامة.